السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في خيط وغرزة. النهاردة باذن الله عندنا غرزة هنتعلمها كده سريعا. هي غرزة نمط جديد من انماط الكروشيه. يلا بينا. هنستعمل فيها غرزة البف. غرزة البف شرحنا في الفيديو اللي فات ازاي بنعملها. هعمل سلسلة حوالي 15 سلسلة او 25. عملت 25 لاني اول 5 هاخد 5 ارتفاع. هعد 5 غرز ارتفاع، 1 2 3 4 5، وفي رقم 6 هدخل بالابرة اخد عمود. هنحتاج 5 ارتفاع الغرزة دي علشان احنا بناخد سلسلتين بين الغرزة والتانية، وارتفاع العمود 3 كده، يبقى المجموع 5. باخد عمود في الغرزة رقم 6. برجع بعد كده في الغرزة اللي قبل العمود، السلسلة اللي قبل العمود على طول بعمل غرزة بف. احنا حابين نجيب لكم الغرزة دي تكملة لغرز البف. احنا شرحنا ازاي غرزة البف بنعملها. في الغرزة دي بنستعمل غرزة البف. احنا نقدر ندخلها في كذا غرزة وندمجها مع كذا غرزة علشان تاخد اشكال معايا. عملنا غرزة البف، بنقفل غرزة نص عمود، غرزة سلسلة، وبناخد سلسلة جديدة، وبنروح نعد كده السلاسل بتاعتنا الأساسية. هنعد 1 2 وهندخل في رقم 3 اهو. دخلنا في رقم 3، هندخل ناخد عمود عادي جدا، عمود بلفة. هناخد لفة وندخل في رقم، هنعد من الأول اهو، 1 2 هندخل في رقم 3. هناخد عمود عادي جدا، العمود العادي بتاعنا عمود بلفة عادي، وهنروح للسلسلة اللي قبل العمود دي اهي، ونعمل غرزة بف. بتبقى فيه صعوبة في السطر الاولاني، بتبقى لسه بنبني فيه الشغل، بيبقى فيه صعوبة في التحكم شوية في الغرز في الابرة. لكن بعد كده في السطر اللي بعد كده الدنيا بتظبط اهو. ببتدي اعمل غرزة بف ب3 عواميد. طبعا احنا شرحنا ان احنا نقدر نتحكم في عدد العواميد اللي بنشتغل بيها غرزة البف. النهاردة هنشتغل غرزة بف ب3 عواميد اهو. بنقفل بسلسلة وناخد سلسلة تاني بعدها، ونروح نعد نفس الموضوع، 1 2 في رقم 3 بندخل ناخد عمود عادي جدا بلفة، ونرجع ناخد البف تاني في السلسلة اللي قبل العمود على طول. في دي كده بندخل ناخد الباف بتاعتنا 3 عواميد، بنخرج بيهم بدون لفة، عواميد بدون لفة بنخرج بيهم كلهم مع بعض مرة واحدة، ونثبت عليهم بسلسلة وناخد سلسلة من أول وجديد اهو. هشتغل بنفس الطريقة لحد آخر السطر بتاعي. لسه طبعا الغرزة مش هتظهر دلوقتي. هبتدي أعد 1 2 في رقم 3 باخد عمود، في رقم 3 باخد عمود عادي جدا، عمود بلفة عادي، وبرجع السلسلة اللي قبله، برجع خطوة للخلف كده، وباخد في السلسلة دي بشتغل فيها البف بتاعتي اللي هي أساس غرزة النهاردة.
كنا بف ب3 عواميد بس. خلصت السطر الاول بتاعي بنفس الطريقة اللي بدأت بيها بنهي بيها، وبروح للسطر اللي بعده التاني على طول، باخد ارتفاع عمود 3 سلاسل وببتدي على طول. هسيب اول غرزة بف مش بشتغل فيها، ان انا هحاول ان انا هشتغل في النص بين الغرزتين. باخد العمود بتاعي في السلسلة بتاعت غرزة البف اللي في السطر الاولاني، باخد فيها عمود عادي، وباجي في النص هنا بين الغرزتين بعمل غرزة البف ب3 عواميد اهو. غرزة بف بقفل عليهم بسلسلة، وباخد سلسلة للغرزة اللي بعدها. ببتدي على طول زي ما اتفقنا، مش بنشتغل فوق البف نفسه، بنشتغل في الفراغ اللي بين الغرزتين. فبالتالي بناخد العمود في غرزة البف دي السطر الاولاني، باخد فيه العمود وبرجع خطوة لورا، وباخد غرزة بف بين الغرزتين عشان تبقى مدية الشكل اللي انتوا هتشوفوه بعد الغرزة ما تكمل اهو. ده شكل الغرزة. ببتدي اكمل عمود عادي هنا فوق غرزة البف اللي معمولة من السطر الاولاني، وبرجع خطوة لورا وبعمل البف بين الغرزتين اللي عندي. باخد سلسلة وبروح على طول للغرزة اللي بعدها، بعمل العمود هنا وبعمل البف بين الغرزتين بتوعي اهو. بدأت تظهر الغرزة بتاعتي. باخد السلسلة وبروح للعمود اللي بعده، العمود اللي هنا، السلسلة اللي هنا اللي انا اشتغلت فيها اوريدي السطر اللي فات، غرزة بف هي اللي انا بعمل فيها العمود، وباخد غرزة بف بين الفراغين بين الغرزتين، في الفراغ بين الغرزتين بعمل بف، وبعدين باخد سلسلة وبروح للي بعدها على طول، عمود وغرزة بف. سلسلة والغرزة اللي بعدها على طول. انا عندي هنا عمود هاخد فيه في حرف السلسلة اخر حاجة. دي السلسلة اللي كنت واخداها ارتفاع من السطر اللي قبله، باخدها كده اهو، بشتغل فيها عمود وبرجع خطوة بين
فراغ وباخد حشو سوري بف. بالشكل ده بقلب الشغل وباخد ارتفاع 3 سلاسل ارتفاع عمود، والمجموعة دي زي ما قلت لكم بتتساب، وبندخل في المجموعة اللي بعدها على طول وبناخد عمود، وبين الغرزتين بنعمل البف. ناخد سلسلة ونكمل، بعمل غرزة عشان تدي الشكل ده. ناخد سلسلة وببتدي اكمل عمود وغرزة بف، باخد العمود وبرجع خطوة لورا، ورا العمود بعمل البف، مش قدامه، بعمل البف من خلف العمود. دي الحتة اللي لازم ناخد بالنا منها اثناء الشغل، ان احنا بنعمل العمود، نشتغل العمود وبنرجع خطوة للخلف نشتغل البف. ودي الحتة التركية في غرزة النهاردة اللي لازم نركز فيها. زي ما انتم شايفين كده بدأت الغرزة تظهر وتبان، هتبان اكتر كل ما نعلى بالاسطر. وده حبايبي شكل الغرزة بتاعتي بعد ما اشتغلت عدد من الاسطر. شايفين جمالها، شايفين قد ايه الغرزة حلوة وجميلة بكل تفاصيلها. فعلا غرزة رائعة، نقدر نستعملها في شال، في كوفية، حتى لو بلوزة مفرغة جميلة جدا، حتى لو عندنا مشروع شنطة كده اي حاجة. غرزة عملية وجميلة. يا رب تكونوا استفدتوا معانا النهاردة من الغرزة الجميلة دي. السلام عليكم.